كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول علينا بقى شهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان. هنبتدي بقى نحضر في حاجات كده رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة من نص كيلو لبن، هنعمل قشطة بنحتاجها دايما وفي القطايف. نقول كده بسم الله ونجيب نص كيلو من اللبن. هحط عليهم نص كوباية من دقيق السمولينا ونص كوباية من النشا، وعندي معلقة من السكر وربع كوباية من بودرة الكريم شانتيه. هقلب كل المكونات دي كلها على البارد، وبعد كده هرفعها على النار. هكتب لكم كل المقادير في الكابشن. هقلب المكونات دي كلها على البارد الاول، وبعد كده هرفعها على النار وافضل اقلب فيها على نار هاديه. ما سيبهاش خالص عشان ما يحصلش تكتلات في دقيق، عشان هي موجود فيها دقيق سمولينا. افضل اقلب فيها كده تقليب مستمر. كل ما بتقلبي فيها تبتدي تلاقي يبتدي يتقل كده زي ما انتم شايفين. ما تقلقيش من التخريزه اللي هي فيه دي من دقيق السمولينا. هقولك هنعمل فيها ايه عشان دي نشيل منها التخريز اللي فيها ده. هسيبها بقى تبرد زي ما انتم شايفين، وصلت للسمك ده. هسيبها بقى تبرد شويه، وبعد كده احطها في التلاجة ساعه بعد ما تبرد تماما. وبعد كده هسيبها في التلاجة ساعه بعد ما تبرد. بعد ما بردت زي ما انتم شايفين بقيت في الشكل ده، ابتدي كده احطها في بوله او في طبق كبير شويه عشان هنحط عليها مكون تاني. عندي هنا قطعه كده من الجبنه القريش. لو ما عندكيش بتبتدي ان انتي لو عندك لبن راب منك بتبتدي تشيلي منه اللبن اللي راب منه، تصفيه كويس جدا الشرشه اللي انتي طلعتيها، وبتحطيها عليها بس بعد ما تصفيها خالص من الميه. وبعد كده ببتدي ان انا اضربها بالهاند بلندر او الخلاط لحد لما توصل للسمك اللي انتوا شايفينه ده القوام بتاعها. تبقى جاهزة معاكي تحشي بيها البسبوسة، تحشي بيها القطايف على البارد، او تحشي بيها البسبوسة وانتي بتدخليها الفرن. بجد تحفة جدا. تجهزيها كده وتحطيها في علبة وتحطيها في الفريزر عندك، او تحطيها عندك لما تيجي تستخدميها. حلوة جدا واقتصادية وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ وكمان لما بتتحط في التلاجة بتتقل شوية عن كده. ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجة خالص. قشطة كده اقتصادية، توفر معاكي كتير، وطعمها حلو جدا وانت عارفة هي معمولة ازاي. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.